السلام عليكم. معكم ربيعة، وعندي 44 عام، وغادي نعاود لكم حكايتي من الأول. تزوجات جدة صغيرة وولدات جوج بنات، وحدة ماتت والتانية عاشت، وبقات جدة حتى زوجات بنتها، عاد سهل عليها الله، وهي تولد بابا على كبرها واللي كان هو عينيها. ملي وصل بابا 20 عام زوجاتو بماما واللي كانت عندها 15 عام، جابتها من العروبية حيت كيزوجوا بناتهم باقين صغار. وكانت عمتي فيما كتجي كتحاسب مع ماما على كل صغيرة وكبيرة، حيت هي بنت العروبية. كانت متسلطة بزاف وكتحكم في ماما، ما حملتهاش وبقات كتحرش عليها بابا. المهم ولدتني ماما انا الاولى، وتبعوني 4 ديال البنات خواتاتي، يعني حنا 5 ديال البنات. وملي ولدات ماما اختي الخامسة كانت عندي انا 7 سنين. ملي كانت ماما كتولد سولات عمتي بابا، قالت لي شنو ولدات؟ قال ليها بنيته. قالت لي هذه غتبقى تحط لك غير البنات، ارميها هي وبناتها واجي نزوجك بلا لاها. هي كانت باغا تاخذ لي شي بنت صاحبتها، ولكن بابا ما سخاش بينا. قال ليها شوفي اختي، هذيك مرتي وهذوك بناتي راهم من دمي ولحمي، عمري ما نفرط فيهم. وانا بقيت عاقله على كل كلمه قالتها. ملي جات ماما من السبيطار عاودت ليها كل شيء، ومسكينه هي رداتها لقلبها وسكتات، وقالت لي خليها بنتي منها الله. مورا داك الشيء مرضات جدة مسكينه وماتت، الله يرحمها. وهي اللي كانت كتدافع على ماما وكتخاصم على بنتها، كتقول ليها خلي عليك خوك ومرته في التقار. ايوا واخا ماتت جدة بقات عمتي كيف ما كانت. ديك الساعة بابا باع دار جدة وفرقوها بيناتهم، وزاد عليها بابا الفلوس وشرى لينا دار. ايوا اخيرا تهنات ماما مسكينة وعشنا هانيين، وكنا قرينا الحمد لله. وزادت ماما ولدات، وهاد المرة فرحها ربي بجوج ولاد، الله يخليهم لينا، راهم كبروا دابا ولاو رجال تبارك الله. ايوا ملي درت انا 13 عام جات عمتي عند والديا وقالت لهم بغيت فلانه لولدي، واللي كان في عمره هذيك الساعه 30 عام. ماما رفضات، قالت لها بنتي مازال صغيره وخاصها تكمل قرايتها. وهي تقول لها عمتي والله حتى نخليها حداك حتى تظفر الشيب باش نعلمك ترفضي ليا ولدي. وفعلا عمتي وفات بالحلفه ديالها وسحرات ليا، وبدات الصحه ديالي كتدهور بشويه بشويه. كنكون في المدرسه حتى كنسخف وكيعيطوا لماما، ما خلاو حتى شي طبيب ما داوني ليه، كيقولوا ليها ما عندها والو. ولكن انا كنحس بالعيا بزاف، شعري بدا كيطيح، وجهي كيتبدل اللون ديالو، وضعافيت وليت كنخلع. وانا الحمد لله كنت زوينه. ايوا بقيت هكاك في سبيطارات والدوايات حتى شديت الباك غير بزز. صافي خرجت من القرايه وجلست في الدار مده اللي هي طويله. من بعد دفعت لواحد الشركه ديال الخياطه وقبلوني، ودخلت نخدم معاهم وتعلمت الصنعه مزيان. خواتاتي اللي وصلت 18 عام حتى ل 20 عام كيسهل عليها الله وتزوج، ومشى كل شيء، وبقيت بوحدي في الدار. صافي وصلت لسن 32 عام والزواج والو، غير الخدمه والدار. وكان بابا صعيب بزاف وقاصح معانا، وكنا ملتزمين الحمد لله. كبرنا يعني في اسره محافظه. واحد النهار كانت ماما مجمعه مع واحد صاحبتها، وهي تقول ليها بناتك كلهم تزوجوا، وفلانه تبارك الله فنه وبقات زعما بلا زواج، يقدر يكون عندها شي سحر والله اعلم. جاوباتها ماما قالت لي هذاك الشيء اللي غيكون، وانا عارفه حتى شكون اللي غيكون سحر ليها، وما عرفت ما ندير ليها. كتبقى فيا بنتي، الله ينتقم منهم، ظلموها وهي صغيره وما دارت ليهم والو. ايوا وهي تعاود لديك صاحبتها القصه كامله من الاول، وهي توريها واحد الراقي وداوني عنده. بقيت متبعه معاه والحمد لله جاب ربي التيسير وتحيد لي داك السحر. وملي كنت كنطيح كنت كنطق بالسنيه ديال عمتي، يعني هي اللي دايره لي السحر. ايوا الحمد لله. ملي بريت بالرقيه وساليت من داك الشيء دازت تقريبا شي 6 شهور. واحد السيده كتخدم معايا هضرات لي على عروس اختها وشكراتني ليه بزاف، وهو صمم باش يشوفني. المهم لاقاتني بيه وتعرفنا وتفاهمنا على الزواج، وحتى هو كان معايا ولد الناس، يعني الاحترام لاقصى درجه، وانا ارتحيت ليه. عاود لي على دارهم، وبانه عنده 7 ديال الخواتات و5 ديال خوتو رجال تبارك الله، وكلهم مزوجين وبديورهم، وهو الصغير فيهم. كان كبر مني ب8 سنين، وكانوا جوج خوتو اللي ساكنين معاهم في دار والديه، ودارهم كبيره السفلي قاسمينو وكارين الفوق. وكان هو ووالديه وواحد اختو كبر منه مزوجه ومربيه بنت، وكانت مقابله والديها مرض وبقات معاه واخا ماتوا الله يرحمهم. وهذوك جوج خوتو ساكنين فوق منهم كله ودارو.
صافي قال لي ان شاء الله غير نتزوجوا، اختي غادا تمشي لدارها هي وبنتها وراجلها. صافي انا وافقت. حددنا نهار الخطوبه، علمت والديا، وهو عطى لختو اللي معاه باش تكلف بالحوايج اللي غادي يجيبوا ليا. المهم جاو في النهار اللي حددنا وفرحنا بهم، وهو كان فرحان بزاف، عجبوه دارنا، وحتى خوتو عجبهم الحال، الا هذيك اختو اللي كانت كتضحك غير بزز، وكلهم كيقولوا لي هذه هي عكوزتك وكيضحكوا. انا ما ديت ما جبت في هذيك الهضره. صافي دازت الخطوبه زوينه الحمد لله، وكنت فرحانه بزاف، ما ناقصني حتى شي خير. ايوا موراها بشي سيمانه قال لي جمعي وراقيك باش نديروا العقد. هي هذيك، جمعت وريقاتي ومشيت انا وياه وماما وواحد اختي، درنا العقد ومشى تعشى معانا. وملي رجع لدارهم دخل معاه الحليب والتمر، وقال لهم راني درت العقد مع فلانه، وهذا راه البيض ديال الزواج. المهم كلهم فرحوا، لا خوتو لا عيالاتهم كلاو التمر والحليب، الا هذيك اختو هي اللي بقات كتغوت عليه وما كلات والو. صافي حددنا النهار ديال العرس، جابوا الهديه وجات عندي هي كتضحك معايا وانا ما عارفه عليها والو. لقاوني كنحني شويه، طاحت لي الحنه على القفطان، هزتها هي على اساس غترميها. قالت لي وسخت ديك القفطان، انا غنديها اللوحه، ولكن هي ما لاحتهاش احتفظت بيها. صافي دوزنا العرس زوين، وانا طلعت زوينه، كل شي بقى حال فيا فمو. لبست لبيساتي كلهم بالحجاب ديالي. ايوا فرحت وفرحوا والديا، خوتي، كل شي فرحوا، كل شي فرحوا مساكن معايا. سال العرس ومشينا لدارهم، وكانت عامره بخوتو. هي هذيك دوزنا شي 3 ايام وسافرنا انا وراجلي 20 يوم، وديك 20 يوم كامله ما كانت بيناتنا حتى شي حاجه، كيف ما كيقولوا كنا متقفين. ايوا فاش رجعنا هذيك لوستي سولت خوها، قالت لي شنو درتو؟ قال ليها والو، وهي ضحك واحد ضحكه بالجهد، وقالت لينا راكم باقين ما مولفينش ببعضياتكم، دابا تحيدوا الحشمه ويجيب ربي التيسير. ايوا بقينا على هذاك الحال 4 شهور، حتى بدا كيطلبها خوها، قال ليها الا كتعرفي شي حاجه عافاك الا ما عتقيني. ايوا في هذاك النهار فكاتنا وبخراتنا، وهي اللي كانت دايره لنا داك الشيء، بغات تعذبنا وتقهرنا. ايوا داز شي ايامات ما بقاش راجلي كيعطيها المصروف كيف ما كان، هي الفلوس اللي كيعطيها راجلها كتخبيهم، وراجلي هو اللي كان عليه كل شيء، مصروف الدار ومصروفها هي وبنتها. ايوا ولا كيعطيني انا المصروف، واخا هكاك كنت كنتشاور معاها في كل شيء غير باش ما تقلقش. والله حتى كنت كنحترمها وكنحسبها بحال ماما، حيت كبيره وقد ماما في السن، ولكن هي شدات معايا الضد. وهنا المصيبه الكبيره، عاد غادي يعترفوا لي عيالات خوتها كلهم بالشعوذه اللي كدير، وهي خبيره في السحور، وما كانوش كيحملوها كلهم وغير كينافقوها، وقالوا لي ردي بالك منها. ولكن انا ما كنت عارفه والو، وهي خدات اللي بغات وسحرات ليا، واخا انا ما عمرني درت ليها شي حاجه وما عمرني رديت عليها الهضره. ايوا دارتني بحال الا جيت عليها ضره، ماشي مرات خوها. دازت 4 سنين لا ولاد لا والو، والراجل باغي وليدات، ما خليت حتى طبيب ما مشيت ليه، وكنديروا التحاليل بجوج بينا، ونفس الكلام اللي كيقولوا الاطباء، ما عندكم والو، راكم تقدوا تولدوا بجوج بيكم، وداك الشيء كيبقى امر الله. والمشكل هي اللي كانت كتورينا شي اطباء زعما باش ما نحسوا بوالو. وبالفعل انا ما ظنيتهاش فيها تكون خبيثه حتى لهاد الدرجه، وقلبها كحل ومحسده. دعيتها الله، كانت كل مره كتقول لي انت اللي جات معاك، جيتي ولقيتي الدار مجهزه من كل شيء، باش شريتي حتى معلقه. ايوا هنا اجي وتسمعوا الصدمه. واحد النهار جات اختها الكبيره من الطاليان وعيطات عليها بالزربه، خرجت هي وبنتها. ايوا ملي خرجات نسات الباب ديال بيتها محلول. جا راجلي قال لي فين مشات فلانه؟ قلت لها راه مشات عند اختك راها جات. وهو يدخل نيشان للبيت وبدا كيقلب فيه. انا مشيت كنطيب العشاء، شويه بدا كيعيط ليا، كنلقى الحنه ديالي وقفل، وشي خيوطه وطرف ديال الثوب ديالي وديال راجلي، وشي عشو في شكل عرفت فيهم غير الفلفله السودانيه. صافي ما شعرت براسي حتى بديت كنبكي. قلت لي حرام عليها، اشنو درنا ليها؟ كتشوفنا غادي نحماقوا على الولاد وما انبهاش ضميرها. قال لي اختي راها خايبه ومحسده، راها فرقتني على الخطيبه الاولى والثانيه، وحتى انت ما بغاتكش، راه غير زربنا عليها وداروا فيها خوتي كلهم باش تدخل سوق راسها. وعاد بدا كيعاود لي عليها. وجات واحد اختها صغر منها وقالت لي شوفي راه اختي سحاره، وحلفات حتى تفارقك على رجلك، راكي بقيتي فيا انت بنت الناس، صبرتي على هبالها بزاف وكنشوف كل شيء، واخا هي اختي ما كنحملهاش، حيت حتى انا فارقتني على الخطيب الاول.
هزاتني حيت خطبت قبل منها وهي كبر مني. ايوا المهم، هي ملي رجعت ما لقاتش السحور وضربات السطم، ما قالت لي والو وما سولتش عليه. صافي هزت حوايجها وبنتها ومشات عند راجلها لدارها، وعاودات لي نفس السحور ودفناتو في مقبره. وهاد المره كان صعيب بزاف، وليت نافره راجلي وحتى هو نافرني، ما بقاش كيقرب لجهتي ابدا. هذيك المعاشره الزوجيه ما بقاتش بيناتنا كاع، ولينا بحال خوت. والله ما نكذب عليكم، الا في المنام ديالي فاش كنعس ديما كنشوف الجن كيجي حتى للباب ديال البيت، وكنسولو كنقول ليه شنو بغيتي. كيقول لي راه هي اللي كتصيفطني عندك باش نحمقك، ولكن راه ما كنقدرش نقرب لك، كنخاف منك. والحمد لله انا كنت كنحاربها بالصلاه والقران. ايوا دازت 7 سنين ديال الزواج ومازال كنتسناو في الولاد، حتى جاب لي الله واحد الوليد اللي ربيته وسميتو سعد، وهو اللي مفرحني في حياتي. من بعد جات عند راجلي وحرشته باش يرجع الولد لمو، وبقات كتعمر فيه حتى سمع ليها. ولكن انا خيرته، قلت لي انا والولد ينمشي في حالي، وما عمرك مازال ما تشوف وجهي، ولكن غير شويه وتراجع. وجا الوس الكبير قال لي تهلا في ولدك ومراتك وما تسمعش كلام اختك، راها ما باغياش لك الخير، راه كنا عارفينها. ايوا ولدي دابا عنده 5 سنين، وانا مازال كنعاني انا وراجلي ومازال متقفين. ايه راني كنتعذب بزاف، والله اللي عالم بيا. راني بغيت راجلي ترجع لي الحياه من جديد، انا كندوب بحال الشمعه، بغيت شي وليد ولا شي بنيته معاه، بغيت حتى انا نعيش حياتي طبيعيه كيف الناس. والله حتى كنتعذب، راه كنموت بشويه بشويه. عافاكم اخوتي الا ما دعيو معايا الله يفرج عليا وتزول هاد الغمه اللي في قلبي. راه هاد السنين ديال الزواج كامله شفت فيها العذاب اللي ما شافو حد من عند ديك الوستي. اما راجلي مسكين الله يعمر ليه الدار باقي معايا مزيان حتى لدابا، غير ديك اختو عذباتنا في حياتنا الله ياخد فيها الحق. ومؤخرا مشيت عند واحد الراقي ودابا راني متبعه معاه، وكنتمنى ترجع لي الضحكه ديالي ونعيش الفرحه ديالي مع راجلي. وكنتمنى اللي يسمع القصه ديالي يدعي معايا وياخد العبره. ما تثقوش بزاف، ردوا بالكم من الناس اللي قراب ليكم، وكنطلب الله يفرج علينا. وهذه هي قصتي مع السحر اللي معذبني في حياتي. راني ما غنسمح لا لعمتي ولا لوستي اللي عذبوني، الله ينتقم منهم في الدنيا والاخره. كانت هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي. شكرا حيت سمعتوني حتى الاخر وخليتكم على خير.